السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي قناة احلى الاكلات مع بوسي. لو لاول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل المكرونة باللبن او العزيزية الدمياطي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكلها زي الجاهزة اللي بنشتريها من المحلات. وازاي نقدر اللي احنا نعمل طبقة الوش اللي هي على الوش دي ازاي، وطريقة التحمير. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله مش لازقة معايا في الصينية، واخدة اللون الذهبي من فوق ومن تحت ما شاء الله زي الجاهزة بالظبط. عندنا المقادير بتاعتنا 2 لتر من الحليب، كوب من السكر، 3/4 كوب نشا، كوب من الشعرية، وعندنا ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. دي بس المكونات بتاعتنا. وعندنا 2 معلقة كبيرة سمنة عشان ندهن بيها الصينية ووش العزيزية او المكرونة باللبن. هنبدأ اللي احنا نرفع اللبن على النار. اول ما يبدأ ان هو يدخل في الغليان هننزل بالربع معلقة صغيرة من الفانيليا زي ما انتوا شايفين. وبعدين هنبدأ اللي احنا ننزل بالكوب الشعرية، ما احنا سلقينها حاطينها زي ما هي. ودي سر من اسرار العزيزية او المكرونة باللبن. هفضل اقلب فيها طبعا وانا مهدية النار لحد ما تستوي معايا. وهنزل بالكوب السكر وهفضل اقلب سكر عادي، وهفضل اقلب بالتقليب المستمر. وكده بعد ما بدأ ان اللبن يغلي ومهدية النار كده الشعرية بدأت ان هي تدخل في السوي. هبدأ اجيب نص كوب من المية وهنزل ب3/4 كوب نشا، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. مش بكتر المية، هي نص كوب بس اللي بقلب فيها النشا. وزي ما انتوا شايفين بدأت اللي انا اقلب النشا مع المية كويس جدا. وهبدأ اللي انا اجيب مضرب سلك وابدأ اللي انا انزل بالنشا على مرتين. بدأت اجيب مضرب سلك وهبدأ اللي انا انزل بالنشا على مرتين. زي ما انتوا شايفين بدأت ان هي تربط معايا او تمسك معايا زي ما انتوا شايفين، طبعا على نار هادية خالص. وزي ما انتوا شايفين ده سمك المكرونة او العزيزية. شايفين السمك تنزل معايا بكل سهولة. ده كده سمكها مناسب زي ما انتوا شايفين. بدأت احضر صينية دهناها سمنة، معلقة سمنة، وهبدأ انزل بالمكرونة او العزيزية واسيبها على جنب تبرد مش اقل من 4 ساعات علشان تعمل لي طبقة الوش زي الجاهزة. هنا بعد ما بردت 4 ساعات هبدأ اللي انا اجيب معلقة عسل نحل او شربات تقيل على معلقة سمنة وادهن الوش بيها كويس زي ما انتوا شايفين.
وهنا دخلتها الفرن على حرارة 180 في الرف الأوسط. أول ما بدأت تاخد لون من الحرف الذهبي بدأت أفتح عليها الشواية على الهادي على نفس الرف، وزي ما انتوا شايفين شكلها ما شاء الله زي اللي بنشتريها من أكبر محلات الحلويات. مقاديرها سهلة وبسيطة: لبن ونشا وسكر وشعرية. دي المقادير بتاعتها سهلة وبسيطة خالص. وزي ما انتوا شايفين الكيلو النهاردة سعره بقى كام. ممكن اللي احنا نعمل كل حاجة في البيت بمقادير بسيطة، وانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل لكم حاجات سهلة وبسيطة وغير مكلفة. ياريت بقى ما تنسوش ان انتوا تدعموني، تعملوا لايك مش بفلوس يعني، تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد على قناتي. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله بعد ما قطعتها مش لازقة معايا في الصينية خالص، واخدة اللون الذهبي اللي بنشتريه من برا، وطعمها احلى وانضف من برا بكتير. هستنى رأيكم في التعليقات.